عايزة تبتدي البيزنس بتاعك ومش عارفة ايه هي الفكرة او ايه هي الحاجة اللي انت عايزة تقدميها في البيزنس بتاعك عشان تجيبي نتيجة؟ خليني هقولك. اكتر حاجة لازم تبقي عارفاها ان انت لما تيجي تفتحي البيزنس بتاعك كل حاجة في الدنيا تقدري ان انت تبيعيها لو انت سوقت لها صح. الفكرة هنا ان انت تبقي actually identify مشكلة عند الكاستمر بتاعك وتبتدي ان انت تحليها. هو ده البيس كله بتاع البيزنس. انت دلوقتي عايزة انت تبتدي البيزنس بتاعك وعمالة تسألي نفسك ابتدي منين. قبل ما نبتدي، انا اسمي سارة القاهري وانا بساعدك ان انت تزودي المبيعات بتاعتك وتفتحي البيزنس بتاعتك باستخدام القوة بتاعة السوشيال ميديا. هتلاقيني موجودة في كل حتة، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، كل مكان في الدنيا انا موجودة، وكل بلاتفورم بنزل عليها محتوى مختلف يساعدك ان انت تكبري الصفحة بتاعتك وتزودي المبيعات بتاعتك. نرجع تاني بقى للتوبيك بتاعتنا. عايزة ان انت تبتدي البيزنس بتاعك، تبتدي منين؟ انا هقولك. اول حاجة هتبتدي ان انت تمسكي ورقة او قلم وهتبتدي تقولي لنفسك انا بعمل ايه في حياتي. فمثلا انا بصحى الصبح، بغسل سناني، بعمل كوباية قهوة، بعمل لنفسي فطار، بنزل الشغل، بشتغل داتا اناليست في بنك، بعد كده باخد اللانش بريك بتاعي، باكل الاكل اللي انا عملته، بقعد مع اصحابي في الشغل، وبعدها بشتغل تاني، بعدها بركب العربية بتاعتي واروح البيت وبتفرج على تمثيلية وبنام. very simple, very easy. بعد كده هتقولي لنفسك اوكي، انا ايه الادوات اللي انا بستخدمها في حياتي؟ فمثلا انا بروح اصحى الصبح، بستخدم فرشة سناني، بستخدم معجون سنان، بستخدم اللانش بوكس بتاعي، بستخدم الهدوم اللي انا بلبسها، بستخدم الشنطة اللي انا بروح بيها الشغل، بستخدم العربية بتاعتي ان انا اروح بيها الشغل، معايا كوباية القهوة بتاعتي، بستخدم قلم، بستخدم كمبيوتر، بستخدم. وهنا هتلاقي ان انت الحاجة اللي انت مش مريحاكي، مثلا هتقولي ايه الحاجة اللي مش مريحاني؟ فانا الحاجة اللي مش مريحاني النهارده في الشغل هو ان انا ظهري واجعني من الكرسي، محتاجه ارم ريست اسند عليه الماوس كده وانا بشتغل، محتاجه مثلا كوبايه قهوه تبقى بتحافظ على الحراره. بتقعدي تسالي نفسك ايه الحاجه اللي انت محتاجاها في حياتك الشخصيه اليوميه، ولما تقعدي تكتبي لنفسك شهر شهرين تعملي ايه كل يوم، الادوات اللي بتستخدميها، هتلاقي يطلع لك فكره. الطريقه الثانيه اللي انت تطلعي بيها حاجه ان انت تبيعيها، ان انت تسالي اصحابك وعيلتك ايه الحاجه اللي انت شاطره فيها. هتلاقي ان حد بيقول لك انت بتعملي برزنتيشنز خطيره، حد تاني هيقول لك انت بتعرفيني على كل اصحابك وانت اجتماعيه جدا. بتعملي برزنتيشنز خطيره، تقدري ان انت تخشي تعملي ديزاينز للبرزنتيشنز وتشتركي مع شركات وتبيعي البرزنتيشنز. او انت اجتماعيه وعندك نتورك حلوه وبتعرفي الناس على بعض، اوكي يبقى انا هعمل نتوركينج سيرفيس، وهكذا. الفكره هنا ايه؟ ان انت تبقي فاهمه وعامله هايلايت للحاجات اللي انت بتعمليها كويس والحاجات اللي انت محتاجاها في حياتك كويس، وتبتدي ان انت تعملي فلوس وتمونيتايز الحاجه ديت. خلاص بعد لما you start identifying الحاجه اللي انت هتشتغلي فيها، هتبتدي ان انت هتقولي لنفسك انا لو هعمل خدمه، الخدمه مش بتحتاج راس مال عشان انت تشتغلي بيها بايدك، الا طبعا لو هتعملي حاجه زي مثلا انت هتفتحي صالون او حاجه كده، بس انا بتكلم في الخدمات مثلا هتعملي برزنتيشنز and so on. او انا هقدم المنتج محتاج راس مال، فهنا تبقي بتشتغلي وبتصرفي على البيزنس بتاعك، وفي نفس الوقت برضو في الخدمه تبقي بتشتغلي وبتصرفي على البيزنس بتاعك، بس بتصرفي انت بتعلمي نفسك كويس. هتبتدي ان انت هتبصي على الفئه المستهدفه بتاعتك. انا لو بعمل برزنتيشنز، هعمل البرزنتيشنز ديت للناس مثلا اللي عندها برزنتيشنز في الكليه، او للناس اللي مش عارفه بتعمل ايه. هتبتدي ان انت تقولي مين هو الشخص اللي هيستخدم الخدمه بتاعتك وليه هياخد الخدمه دي. من هنا تبقي عارفه ان انا الشخص اللي هياخد الخدمه بتاعتي مثلا ستودنت عندها 19 سنه في اول سنه كليه، او الشخص اللي هياخد المنتج بتاعي واحده بتشتغل في بنك محتاجه شنطه تحط فيها كل حاجاتها. هتبتدي ان انت تبصي التارجت اودينس دوت بتاعي فين، موجود على تيك توك، موجود على فيسبوك، موجود على انستجرام، موجود على سناب شات، موجود فين، وهتعملي بلاتفورم واحده بس بتروجي فيها للمنتجات بتاعتك. قبل ما تبتدي ان انت تنزلي الحاجه بتاعتك وتعملي الصفحه بتاعتك وتكسري الدنيا، لازم تبقي مظبطه كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها قبل كده في اليوتيوب فيديو بتاع ازاي تبتدي البيزنس بتاعك، هسيبهولك فوق في الاي تتفرجي عليه. بس لازم كل حاجه تكون متظبطه، لازم كل حاجه تبقى مترونقه الاول قبل ما تبتدي الصفحه بتاعتك. الفيديو ده كان سريع وخفيف ولطيف بس I hope you enjoyed it، و I hope ان انا اشوفك كمان في الفيديو الجاي. قولي لي تحت في الكومنتس ايه هي الحاجه اللي انت حاسه ان انت شاطره فيها، او لو انت لسه مش عارفه ايه الحاجه اللي انت شاطره فيها. ما تنسيش كمان تعملي لايك للفيديو وتعملي سبسكرايب، انا بنزل فيديو كل يوم حد، و I will see you ان شاء الله في الفيديو الجاي.